تخيل طفلة صغيرة قادرة انها تشوف كائنات ملونة، ومش كده وبس، دي كمان قادرة انها تحارب، واللي ما حدش يعرفه انها تبقى بنت ملونة. يا ترى ايه موضوع البنت دي وايه قصتها بالظبط؟ عشان نفهم الحكاية صلي على النبي وتعالوا بينا نبدأ من البداية. دي تبقى كايا، بنت لسه في كيجوانا، بس ما يغركش انها طفلة. المهم في طفلة كانت قاعدة بتتمرجح، حصلت حاجة غريبة والبنت وقعت من على المرجيحة، فالمدرسة بتاخدها عشان تعالجها، واثناء ما كانت بتعالجها شوية اطفال بيروحوا ليها بيقولوا لها ان كايا مش راضية تخلي حد يتمرجح. بتروح لكايا بتبدأ تكلمها، فكايا مش بيعجبها الكلام وبتجري، فهي بتاخد بعضها وبتجري وراها. فالمكان يا صاحبي بيبقى فاضي ومفيش غير الطفل ده والمرجيحة. الواد بيروح يركب عليها وبتبدأ حاجة غريبة تمرجح. هوبا، الموضوع بدأ يزيد عن حده، المرجحة بدأت تتمرجح بقوة، فبنشوف حاجة سودا في الأرض بتبدأ تكبر. الواد بيترعب، وقبل ما الواد بيروح فيها بتاجي كايا. الواد وقتها بيقع من على المرجيحة، بيقول لها انت ليه عملتي كده؟ البنت بتطنشه وبتروح تركب على المرجيحة، بتبدأ ايادي غريبة تطلع وتمرجحها. هوبا، البنت بتقع من على المرجيحة، بتطلع حاجة غريبة وقتها من الأرض عشان تاكلها، لكن بتحصل حاجة مش متوقعة عزيزي. كايا وقتها بتفعل قوتها وحرفيا بتفشخ الوحش. الواد زميلها بيبقى مرعوب منها وبيقول لها ده انت شيطانة وبيجري. بعدها بتكون في طفلة قاعدة بتقرا في قصص الأطفال، وأثناء ما كانت بتقرا بتحصل حاجة مش متوقعة عزيزي. بنروح عند واحدة من المدرسين وبيجي لها مكالمة، فبتروح عشان تبلغ المدرسة اللي على الفصل، فبتشوف كايا ماسكة الكتاب اللي كان مع البنت، والمعلمة قاعدة تتخانق معاها. ومن هنا يا صاحبي هنعرف شوية حاجات عن كايا. أولا هي مش شريرة ولا ملونة، هي تبقى أقوى وسيطة روحية في المنطقة، لكن في حاجة غلط في قوتها الروحية دي، وكل ده هنعرفه قدام. وأخيرا هي بتحاول تحمي الأطفال من الكائنات الشريرة دي. المهم يعني البنت اللي كانت بتقرا في الكتاب بتقول لها ان هي بتكرهها وبتجري، فالمدرسة لسه هتكلم كايا، فالبنت اتبخرت من المكان. صاحبتها بتقول لها ما تشغليش بالك، دي غيرة أطفال مش أكتر، لكن جوه المدرسة بتبقى حاسة ان في حاجة مش مظبوطة. وقبل ما نكمل يا عزيزي تعالوا نعرف بقى اسماء المدرسين. البنت دي واللي شعرها بني تبقى اسمها يوكي، والبنت التانية ام شعر ازرق تبقى ميزوكي. المهم يوكي بتبدأ تفكر، بتقول كل حاجة كايا بتتدخل فيها مش بيحصل حوادث بعدها، فبتقول لا ده كده انا اتجننت خلاص، وبعدين مفيش اشباح في العالم ده اصلا. المهم يعني كايا بتبقى بتخرب الكتب، فالمدرسة بتتضايق منها وبتقول لها هو انت بتعملي كده ليه؟ كده اصحابك مش هيعرفوا يشوفوها بسببك. فكايا بترد عليها وبتقول لها عشان محدش ينفع يشوف الكتب دي، وبتجري. المدرسة وقتها بتبدأ تفك الكتب، كايا بتكون بتلعب وبتحس بالموضوع، واثناء ما كانت المدرسة بتفك الكتب كتاب منهم بيبقى فيه وش ملعون. المدرسة بترمي الكتاب وتقع على الارض، بيبدأ شيء شرير انه يطلع من الكتاب، بيبدأ يقرب منها، وقبل ما يعمل اي حاجة بتجي كايا تفشخه. فكايا بتقول لها ومش انا قلت لك يا ست البنات ابعدي من الكتاب ده؟ فهي بتسألها بتقول لها وانت كنت عارفة ان لو انا فتحت الكتاب هيحصل كده؟ بتقول لها يا ست البنات. بتسألها انت من امتى بديت تشوفي الحاجات دي؟ وقبل ما ترد كايا بتجي ست تاخدها. فالبنت وهي بتتسحب كده بتقول لها كل الكتب اللي عندك دي ملعونة يا ست البنات. فيوكي الجبانة بتاخد الكتب دي وبتروح ترميهم بسرعة، فبتجي ست وبتشوف الكتب دي على الارض، وبتطلع انها معاها مكتبة، وبتكون دي اصلا مديرة المدرسة. بتاخد الكتب وبتمشي، وشكل كده في مصايب هتحصل قدام. المهم تاني يوم ابو كايا بيكون تعبان، البنت بتمد ايدها كده وبتطرد الشبح اللي كان على وشه، بعدها بياخدها عشان يوديها على المدرسة. المهم بيكون في طفل محبوس في الحمام، الواد بيبدأ يصرخ، وقبل ما تحصل حاجة يوكي بتاجي وبتطلعه. بعدها بيقولوا للاطفال محدش يستخدم الحمام ده، فكايا بتروح عند الحمام بتكون واقفة قدامه، فبتاجي بنته بتكون عايزة تدخل الحمام. كايا بتقول لها الحمام ده ممنوع حد يدخله، فالبنت بتقول لها انها مش قادرة تستحمل، ولو حصلت حاجة يبقى خرجين وخلاص يا ست البنات. المهم البنت بتخلص اللي كانت بتعمله، واثناء ما كانت خارجة الباب مش بيفتح. هوبا، البنت بتبدأ تصرخ لكايا، بتحاول تفتح الباب فالباب بيتفتح، وقبل ما تخرج هوبا بيجي روح شريرة من جنبها وبيقفل الباب. البنت بتترعب، البنت من الصدمة بتبقى مش قادرة تتحرك، وقبل ما يحصل اي حاجة كايا بتكسر الباب وبتدخل. بتقول للبنت امشي انت من هنا. بتدخل كايا المكان، بتمسك الوحش وبتبتسم ابتسامة مرعبة، وحرفيا بتفشخ الوحش وبتحشره في قعدة الحمام. المهم كايا هي اللي بتلبس في الليلة دي. بتجي المدرسة بتقول لها هو انت عملت ازاي كده في الحمام؟ البنت لسه هتقول لها ده بسبب الكائنات الشريرة، بس بتسكت لثواني، بتفتكر انها كل ما كانت تقول لحد الحقيقة كانوا بيتنمروا ويضحكوا عليها. وقتها بتجي يوكي وبتقول لميزوكي ان ده حصل
بيحصل بسببها. المهم ميزوكو بتمشي من المكان، فكايا بتسأل يوكي، بتقول لها انت امتى عرفت ان كان في روح شريرة في المكان؟ بتقول لها عشان انا مصدقاك يا ست البنات. بتقول لها انت بتحمل كل من الارواح الشريرة دي ومفيش حد بيساعدك، وعشان كده انا اللي هدافع عنك في حال حصلت حاجة بعد كده. فبتجي البنت دي اللي اسمها ميتشيكو بتعتذر لها عشان سابتها وخلعت، فكايا عينيها بتلمع كده وتقول لها عفوا يا ست البنات على ايه، والصراحة يا صاحبي الانمي طرش بسبب الكيوتة دي. المهم بقى يا عزيزي، ابو كايا بيجي وياخدها على البيت. البنت بتطلع كده عشان تقول لامها انها رجعت. بيحصل المش متوقع يا صاحبي، وبنشوف ام كايا حرفيا عباره عن وحش. كايا بتتصدم، بتعرف وقتها ان الوحش ده اللي لابس امها عمرها ما تقدر عليه. فيا ترى ايه الوحش ده؟ وتعالوا بينا نستكمل بقيه الاحداث. تاني يوم بيكونوا ماشيين في الطريق، ففي بنت كل ما بتمشي من هنا بتشوف حاجه غريبه بتبص عليها من الشباك. فهي بتقول لزمايلها في الفصل عن الموضوع، كلهم بيتريقوا عليها يتنمروا عليها يا عيني. فكايا بتعجب بالبنت دي، فالاتنين بيتصاحبوا على بعض. وتاني يوم بيكونوا ماشيين مع بعض، بيكون وقتها في شخص غريب بيراقبهم. فالبنت بتقول لكايا هو الشبح في الشباك، وهي بتطلع انها مش بتشوف الاشباح ولا حاجه. المهم الشبح بينزل وبيقول لهم محدش يبص لي. راحت كايا قالت له ريح يا عم واسكت بقى. المهم تاني يوم بيكونوا مجمعين الاطفال، بيقولوا لهم محدش فيكم يمشي مع حد غريب وخليكم مع بعض. بيقسموا نفسهم لمجموعات وبيبداوا يتحركوا. كايا بتبقى قاعده كده، فبتجي بنت بتحط على راسها طوق ورد، بتقول لها ماما علمتني ازاي اعملها. فكايا بتطلب منها انها تعلمها، واثناء ما كانت بتجمع الورد عشان البنت تعلمها البنت بتختفي من جنبها. كايا بتبدا تجري تدور عليها، فبنشوف نفس الشخص ده واللي شفناه في الاول ورا كايا. بنروح عند يوكي، بتبدا تدور على كايا والبنت. كايا في الاثناء دي كانت بتدور على البنت واللي اسمها يوزر، واثناء ما كانت ماشيه بتشوفها في وشها. فالبنت بتعتذر لها عشان سابتها ومشيت، بتقول لها امي كانت بتنادي عليا وقتها. فكايا بتستغرب منها. في اللحظه دي بتجي ست من جنبهم، البنت يوزر بتقول لها يا ماما. كايا بترتاح كده، لكن بتفكر لحظه وبتطلع ان دي مش امها يا عزيز. كايا بتمسك البنت بسرعه من ايدها. البنت بتقول لها سيبيني اروح مع مامتي، لكن كايا مش بترضى تسيبها. فبتجي يوكي وبتشوفهم مع بعض، وبتشوف الاتنين قاعدين يتخانقوا. واثناء ما كانت كده بتشوف الراجل الغريب ده وهو بيقرب منهم. يوكي بسرعه بتمسك الراجل ده وبتجيبه على الارض. بعدها بتاخدهم وتقول لهم يلا بينا من هنا بسرعه يا ولاد العبيطه. بيخلعوا من المكان. بعدها بيرجعوا على المدرسه. يوكي بتدي كايا جرس كده وتقول لها ده تشديه لو قرب منك حد غريب. بعدها ابو كايا بيجي عشان ياخدها، بيكون واقف مع المدرسه وبيتكلموا. وفي نفس اللحظه دي كانت كايا واقفه قدام ابوها، بيقولها يلا بينا يا بنتي عشان نمشي. بتساله هو انت ليه ما جيتش من قدام البوابه؟ بيقول لها هناخد طريق مختصر. واثناء ما كانت هتخرج بيجي طفل يقول لها ما ينفعش تطلعي من هنا. بتقول له انا ابويا معايا وبتسيبه وبتطلع. نرجع عند ابو كايا الاصلي، بيسال المدرسه هي كايا اتاخرت كده ليه؟ بيجي طفل يقول لهم ان كايا مشي. فكايا بتكون ماشيه مع النسخه بتاعت ابوها وبتكلمه. واثناء ما كانت ماشيه بتشوف ابوها قدامها. الراجل اللي قدامها بيقول لها ايه انت هتيجي مع بابا مش كده؟ بتقول له انت مش ابويا اصلا. البنت بتستخدم قوتها وبترميه بعيد. اوبا، شوف امها قدامها. امها بتقرب منها وبتبدا تسرح لها شعرها، وقبل ما يحصل اي حاجه بيجي عمنا التخين ده بيرش عليها ميه. بيقول لي كايا دي مش امك ما تتخدعيش بيها. كايا وقتها بتتعصب عشان خدت شكل امها وبتبخرها من المكان. فالراجل بيبدا يقرب منها، بيتكلم معاها وبيقول لها انا نفس الشخص اللي انت انقذتيه وانت صغيره. بترد عليه وبتقول له وانا صغيره؟ بيقول لها راحت البنت شدت الجرس وقالت له ده انت راجل غريب. يوكي وقتها بتسمع الجرس اللي هي ادته لكايا، بتشوف الراجل ده قبل ما تعمل منه فطيره. كايا بتقول لها ما دام ما جريش يبقى الشخص ده كويس. المهم بيجي ابو كايا وقتها وبياخدها وبيمشي، وطلع ان الراجل ده يعرف كايا لما كانت صغيره. المهم الراجل ده بيدي يوكي البطاقه بتاعته، واللي بيطلع صحفي احداث مش طبيعيه. تاني يوم الاطفال مش بيلاقوا قلم اللون الاسود. بتاجي يزر بتقول لهم انا شفت كين وهو معاه اقلام كتير سودا، وبيطلع كين ده اخوها الصغير. المدرسه بتروح عنده بتساله انت بتلون على المرايه دي ليه؟ بيقول لها عشان انا خايف. بتيجي المسؤوله عن الفصل وبتكلم يوكي، بتقول لها انا ما كنتش عايز اقول كده بس ده مشاغب زيه زي كايا ومش بنبقى عارفين الواد ده شاف ايه بالظبط. المهم الست دي بتكون ماشيه فيوكي بتوقفها، بتقول لها هاجي اساعدك ننظف المرايه سوا. فالبنت بترفض وبتقول لها مش مستاهله يا ستي وانا هعملها لوحدي. وفعلا بتروح عشان تنظفها. واثناء ما كانت بتنظف بيطلع شبح من المرايه بيمسكها يخنقها. فالبنت بتصرخ. كايا ويوكي بيسمعوها فبيجروا عليها بسرعه. كايا بتنط تخبط الوحش وتدمره. وتاني يوم المدرسه بتروح لكين وبتعتذر له. فيوكي بتقول لي ميزوكو انت قلت ليها ايه امبارح؟ بتقول لها انا ما قلتلهاش حاجه لسه، والشكل كده في ان في الموضوع
قوي يا ابو الصحاب. بعدها بيروح على المسبح، الواد المستفز ده بيروح يضايق الكيوته بتاعتنا، واثناء ما كان بيضايقها بيخبط في حاجه جنبه، بيبص جنبه فمش بيشوف حاجه. الواد لسه هيمشي راح الشبح ده سحبه لتحت. كايا بتتصدم، الواد بيبقى بيغرق والاطفال مفكرينه انه بس غطس لتحت، لسه الشيطان ده هيزعله. راحت كايا نزلت عليه وفشخته. بتطلع بعدها وهي على لوح السباحه، واتضح انها مش بتعرف تسبح. ابو الصحاب سيبكم انتوا بس من انها مش بتعرف تسبح، البنت كيوت قوي يا جدعان. المهم يعني المدرسه بتقول لهم اخرجوا من عندكم. الواد ده اللي اسمه كيمي بيسحبها كده وبيقول لها انت جيت عشان تنقذيني مش كده؟ فهي بتقول له ايه يعني فيها ايه؟ فالواد بيتكسف كده وبيقول لها ست عادي يعني بسالك. المهم بتقول له وبيخلص اليوم. المهم بيجي الراجل ابن العبيطه ده بياخد يوكي ويروح يتكلم، وبيطلع ان ابن الهبله ده جامع معلومات كتير عن كايا. بتقول له يا راجل مش مظبوط ولسه هترن على الشرطه؟ قال لها يا ست اصبري بس انا هقول لك في ايه وهشرح لك الموضوع. بيبدا يحكي ليها، بيقول لها حصل ده قبل 4 سنين، كان عندي بنت، والبنت دي اثناء ما كانت ماشيه بتشوف صاحبتها بتعدي الطريق عشان تروح لها، واثناء ما كانت بتعدي ليها حدثت المأساة، وهكذا فارقت ابنة الحياه ولم تعد في هذا العالم. بس وقتها انا ما كنتش حزين، عشان وقتها كنت انا فعلا قادر ان انا اشوفها. وخليني اوضح لك حاجه يا صديقي، كل اللي بيحصل في الانمي ده او اي انمي تاني كلها مفاهيم خاطئه ولا تمد للواقع بصله. المهم بيقول لها وقتها مراتي ما قدرتش تشوفها، فبدات تحصل شويه مشاكل بسيطه ما بيننا، بس في الاخر الموضوع كبر وسابت لورا انها مش جايه دلوقتي غير لما تروح. المهم بنتي كل شويه كانت تقول لي يلا بينا نروح الحديقه. الناس وقتها كانوا بيتكلموا عليه ويقولوا انه مجرد شخص مجنون. بيبدا الليل يخيف فبيندى على بنته عشان يمشي. البنت بتبص عليه وحصل لها حاجه غريبه يا عزيز، عينيها بتبقى نص متشققه كده. هي وقتها قالت له انها بس تعبانه مش اكتر، لكن الموضوع بدا يزيد عن حد. حبه اتحولت لشبح. بيقول انا كنت عارف ان اللي ماتوا مش لازم يفضلوا في العالم ده. البنت وقتها قعدت تزن عليه اكتر ان هم يروحوا الحديقه. بعدها بتمد ايده وبتقول له يلا بينا عشان نروح هناك يا بابا، وعايزين نجيب ماما معانا. ابوها وقتها بيقع على الارض بيقول لها خديني انا لكن مالكيش دعوه بماما. وقبل ما اروح تعمل له اي حاجه بتيجي كايا. يا حلاوه البنت حتى وهي فسفس مش طبيعيه يا جدعان. وقتها بيجي ابوها وبيعتذر للراجل، يقول له هي لسه بتتعلم المشي فانا اسف لو ضايقتك. وبس كده يا عزيزي دي بتكون قصه الراجل ده. بيقول لي يوكي دي كانت قصتي مع كايا. بتقول له تمام انا متفهمه كل ده، بس انت ليه برضه قاعد تلاحق كايا وقاعد تجمع عنها معلومات وكده؟ بيقول لها انا فاهم قصدك لكن في حاجه محدش يعرفها. بيقول لها اثناء ما كنت بمارس شغلي جات لي معلومات عن بيت، والبيت ده فيه حاجه غريبه وبيطلع ده بيت كايا عزيز، وعشان كده انا بدات اجمع معلومات عن كايا واعرف اللي بيحصل معاها. المهم بعدها بيكونوا في القطار بينزلوا بيبداوا يشوفوا الاطفال موجودين ولا لا، بيبصوا كده فبتبقى كايا بترقص. يا حلاوه راحت يوكي عشان تطلعها بسرعه، واثناء ما كانت خارجه القطر بيقفل في وشها. زميلتها بتكلمها في التليفون بتقول لها عادي يا ستي الموضوع ده بيحصل اصلا كل 10 سنين. يوكي بتقول لها هو انا ليه حظ منيل كده يعني يوم ما يحصل معايا انا؟ واثناء ما كانوا بيتكلموا بيحصل تشويش غريب يا عزيز، بيكون في راجل غريب كده فيوكي بتبدا تلقح عليه، وكل ده عشان هو قوم الاطفال لما كانوا راكبين من على الكراسي. الراجل بيقول لها انت يا ولاد انت بتقولي ايه؟ اوبا القطر كله بيبقى اشباح يا صاحبي. يوكي بتبقى مرعوبه. كايا بتقول لها ما تخافيش يا ست انتي هما مش هيعملوا ليكي حاجه. القطار بعدها بيوصل على المحطه دي فيوكي لسه هتاخد كايا وتنزل، سمعوا صوت بيقول لها ما تنزليش. الراجل اللي كان راكب ده بينزل بسرعه، واثناء ما كان بياخد نفسه بيجي شبح من وراه مش بنعرف ايه اللي حصل له بعدها. المهم القطر بيطلع من المنطقه دي. بعدها يوكي بتبقى بتكلم الراجل التخين بتقول انا مش عارفه انا هرجع ازاي دلوقتي. بتبص بتلاقيه وراه بيشاور لها. المهم بيركبوا العربيه معاه، فالبنت يوكي بتقول له يا عم بطل تلاحقنا الله يخرب بيتك ده انت مصيبه يا جدع. بتقول للسواق هو انت مستحملاه ازاي ده؟ بتقول لها هنعمل ايه يا ست بقى ما هو جوزي. فكايا بتقول له هو انت الراجل اللي بيقدر يشوف الاشباح؟ بيقول لها ايه ده انت المره دي بقى افتكرتينا عكس المره اللي فاتت. وبيطلع الراجل التخين ده اسمه موبو. انا بقول نقول له يا تخين احسن والله يا جدعان لايقه عليه بصراحه. المهم الراجل وقتها بيقول لكايا ايه رايك تشوفي جدتك؟ يوكي بتقول لها جدتها ازاي؟ بيطلع صوره كده وبيقول لها دي تبقى جدة كايا واللي اسمها سوسومي. بيقول لها دي تبقى اقوى مستبصره في اليابان لدرجه انها استخدمت قوتها قبل كده عشان تكشف جريمه قتل. بعدها بيوصلوا على المكان اللي فيه جدة كايا، بيكونوا واقفين عند الاستقبال فبيشوفوا اطياف جنب العجائب واللي بيبقوا خلاص بيودعوا الملاعب يا عزيز. كايا بتروح عند ست عجوزه كده وبتطرد الروح من عندها. العجوزه بترجع كده وبتبدا تشكرها. وقت
وقتها كل العجايز بيشوفوها وبيقولوا لها احنا كمان. مابا بياخد كايا بسرعه بيبداوا يجروا. يوكي بتقول له هو احنا بنجري ليه؟ هو في ايه؟ مش فاهمه. بيقول لها العجايز بيبقى معاهم حاجه اسمها المصاحب، وده بيبقى موجود عشان يموتهم، ولو عرفوا ان في حد يقدر يطرد البتاع ده هتحصل كارثه حرفيا. يوكي بتاخد كايا وبتمشي. في اللحظه دي بتاجي جدة كايا بتقول للعجايز مش معنى ان المصاحب لو سابكم يبقى خلاص هتعيش اكتر من كده، انتوا خلاص ما بقيتوش شباب وكده كده هتموت. الراجل التخين بيروح لها وبيعرف على نفسه، بيقول لها انا عايز اعرفك على شخص. بنروح عند كايا ويوكي. وقتها بيوصلوا على الاوضه بتاعت جدتها وبيشوفوا ام كايا لما كانت صغيره في الصوره. بنرجع عند جده كايا. مامته بيقول لها هو انت ازاي ما تعرفيش كايا دي حتى تبقى بنتك يا ست؟ بتقول له انا ما اعرفش انها خلفت اصلا. بيوصلوا عند كايا. جدتها اول ما بتشوفها من الصدمه بتفتح عينيها، بتروح عندها وبتبدا تبكي. بتقول لها حصل ايه لنانا؟ بتقول لها وحياتك ما تقتلهاش، الذنب ذنب انا، لو عايزه تقتلي حد فيبقى لازم تقتليني. يوكي بتقول لها انت بتعملي ايه يا ست؟ انت الكلام ده ما ينفعش تقوليه لبنت صغيره. اوبا. كايا وقتها بتبتسم ابتسامه مرعبه وبعدها بتقع على الارض. يا ترى ايه قصه جده كايا؟ وايه اللي كايا ابتسمت في الوقت ده؟ وتعالوا بينا نكمل. تاني يوم بيعلنوا ان في بنت مفقوده. كايا بتسال ابوها هو في ايه يا بابا؟ بيقول لها ان في بنت صغيره مختفيه، واثناء ما كانوا ماشيين بيشوفوا البنت دي في وشه واللي شكلها مرعبه من حاجه كده. فابو كايا بيروح عندها بيبدا يهديها، فالبنت بتقول انا عايزه اروح. هوبا البنت بتشوف حاجه مخيفه وبتجري. ابو كايا مش بيبقى فاهم في ايه، لكن كايا بتبقى شايفه الشبح ده. واثناء ما كانت البنت بتجري بتدخل شارع مسدود. البنت بتبقى مرعوبه بتبص على الشارع فبتجي كايا في وشها. البنت بتروح عندها بتقول لها انت البنت اللي كنت مع العم؟ فكايا بتقول له انت هنا؟ البنت بتستغرب هو مين اللي هنا؟ راحت الروح الشريره مسكتها من راسها. راحت كايا نطت عليه قبل ما يعمل لها حاجه وفشخته. وتاني يوم بتبقى في 3 بنات مشاغبين بيبقوا قاعدين يخربوا في الدمى. فواحده فيهم بتمسك دميه واللي حرفيا متخربه وشكل الدميه دي مش مظبوطه يا صاحبي. كايا بتدخل عليهم بتقول لهم ما ينفعش تاخدوا اي حاجه من هنا. بيقولوا لها مش هناخد حاجه، لكن البنت اللي كانت ماسكه العروسه بتاخدها وبتجري. البنت بعدها بتروح عشان تحط العروسه في الرف. صحابها بيروح عندها بيبداوا يسالوها، بيقولوا لها انت امتى القميص بتاعك اتقطع؟ وبناخد بالنا ان الدميه برضو عندها نفس الحته المقطوعه في القميص. تاني يوم نفس البنت واللي اسمها ناتشي بتبدا تقص شعرها. بعدها الاطفال بيبداوا يصرخوا. البنت بتقلع سنانها وبتضحك وبتقول لهم عادي في ايه، دي ما كانتش مجرد سنه يعني. واصحابها اللي كانوا معاها بيلاحظوا انها بقت شبه العروسه بالظبط. بيروحوا بسرعه عشان يتخلصوا من العروسه لكن مش بيلاقوها. اوبا بتجي ناتشي من وراهم بتروح عندهم. الاطفال بيبقوا مرعوبين فالبنت بتخبط الدميه ووقتها بتقع عند كايا. كايا بتمسك الدميه بترفع الدميه فالبنت بتصرخ في وشها. قامت كايا رزعت الدميه في الارض. بنت بعدها بترجع لشكلها الطبيعي. بعدها بنشوف يوكي بتبقى ماشيه وبتفكر في الكلام اللي قالها عليه الراجل التخين. بتوصل وقتها عند بيت كايا فكايا بتبدا ترحب بيها. بتسالها انت جايه ليه هنا؟ فهي بتقول لها انا جايه اتكلم مع امك وابوك. كايا بعد ما كانت قاعده تتنطط بتقف بتقول لها تتكلمي مع ماما؟ فيوكي بتقول لها بترد عليها وبتقول لها لا. يوكي بتستغرب. كايا بتكمل كلامها وتقول لها ما ينفعش تقابل امي. في اللحظه دي الباب بيبدا يتفتح وبتخرج ام كايا حرفيا عباره عن وحش عزيز. كايا بتتصدم فالمعلمه بترحب بامها. كايا بتبقى مش مستوعبه، محدش شايف امها على الشكل ده غيرها. في الاثناء دي كانت ام كايا قاعده تهزر وتتكلم معاهم. كايا بتراقبهم بتقفل الباب وبتمشي. المهم المدرسه بتبقى ماشيه في الطريق واثناء ما كانت ماشيه بتقابل عمنا المقلبص. بيقول لها ايه عرفتي اي حاجه؟ بتقول له يا عم ما تقولش الكلام ده وانت في الشكل ده. بيبقى مشكوك في امرك يا عمنا. بتقول له المهم كل حاجه سجلتها هنا. فبتبص مش بتلاقي القلم. بتقول له شكل نسيت القلم عند ام كايا. فبتاجي ام كايا من جنبه. الراجل التخين لسه بيبص عليها بيترعب وده ليه عشان هو كمان بيقدر يشوف الاطياف زي كايا. يوكي بتروح عندها وبتاخد القلم منها. بعدها الراجل بيبقى واقف مع يوكي. بتقول احنا بعدنا خلاص لو في حاجه تقدر تقولها دلوقتي. بيسالها انت شفت ام كايا ازاي؟ بتقول له شفتها زيها زي اي ام طبيعيه. بيقول لها بالظبط امها حامل لكن اللي حامل فيه مش انسان، ده وحش بمعنى الكلمه. يوكي بتترعب. بتقول للراجل بطل هزار يا عمنا، المواضيع دي ما فيهاش هزار. بيقول لها هزر ايه بس دي اول مره اشوف فيها حاجه زي كده. بيكمل على كلامه بيقول المشكله مش هنا، ام كايا مش ممسوسه ولا حاجه، ده الطفل اللي في بطنها هو اللي
حل ممسوس. وبالنسبة للشبح ام كايا هي مجرد حصن من كايا لا اكتر. يوكي بتقوله يعني هي هتفضل كده لحد ما تولد. بتقول مش دي المصيبة الطفل اللي في بطنها هو ده هيبقى انسان اصلا. وقبل ما نكمل يا صاحبي عايزك تنزل يا اسطى تحط اللايك بتاعك وتشترك يا عزيزي وتروق عليا بكومنت، وتعالوا بينا نكمل. بعدها بتكون كايا في المركز التجاري بتضيع من ابوها، فبتشوف موتو قدامها واللي بيتضح انه كان بيراقبها. فكايا بتبص كده بتشوف ايد ابوها، بتفتح الستاره فبتقع ايد دوميا قدامها. موتو بيبص وراه لقى دوميا في وشه، بيترعب وبيقع على الارض. بياخد كايا من ايدها وبيجري على الاسانسير. بيدخل الاسانسير، كايا بتبدا تتكلم بتقول له مش هتعرف تخرج من هنا. بيستغرب من كلامها. اوبا بتطلع مش كايا اصلا. ايه الشيء ده؟ بيبدا يهجم عليه. هوب الاسانسير بيفتح فكايا بتخش تفشخ الشيء ده. بعدها بيروحوا على الاستقبال. بتاجي ام كايا وقتها. كايا بتشوفها وبتطلع تجري، فام كايا بتجري وراها. امها بتوقفها. كايا بتبص عليها بتستغرب انها قادره تسمعها وتشوفها. البنت بتشيل الباروكه وبتقول لها ان هي مش امها. بتقول لها انا ابقى خالتك نانا. بيعجبوا كايا وقتها. بيسالها انت مين؟ كايا بتقول له دي تبقى الخاله نانا. بعدها نانا بتعتذر لابو كايا، بتقول له لما عرفت ان اختي عندها بنت حبيت بس ان انا اجي واشوفها. وبيتضح كده ان في شويه مشاكل ما بين ام كايا واختها. المهم نانا بتمشي بتقول لسه الوضع تحت السيطره، لكن لازم ازور بيت كايا قبل ما تحصل حاجه مش متوقعه، وبعدها هتخلص من كايا. اوبا الاحداث شكلها هتولع عزيز. بعدها بتكون كايا في المدرسه. الواد كيمي ده بيكسر البتاعه دي، فبتجي المدرسه وتاخده توديه غرفه العقاب. كايا بتسال زميلتها هي ايه غرفه العقاب دي؟ بتقول لها دي اللي بيحطوا فيها الاولاد المشاغبين، وبيكون فيها شبح بيخوف الاطفال عشان ما يعملوش كده تاني. فكايا بتقول لها يلا بينا عشان نروح نهزم الشبح. المهم بيوصلها على الاوضه اللي المفروض فيها الشبح ده. كايا بتدخل، صاحبتها بتبقى واقفه ومرعوبه ومش عايزه تدخل. فكايا بتشدها وبتقول لها تعالي بس يا ستي ده انا معاكي. وقتها صاحبتها بتبدا تعيط، بتقول لها انا بخاف من الاماكن المظلمه. فكايا بتشوف شبح كده، بتروح عند كوبس النور بتبدا تشغل وتقفل فيه. فالشبح بيلاحظ انها بتشوفه لسه بيهجم عليها. قامت كايا قالت له ريح يا عم. المهم بتجي بعدها يوكي وتاخدهم. بنروح بعدها عند جدة كايا، بتقول لي نانا ميراي خلاص ماتت بعد ما خلفت الشيء ده، وميراي دي بقى يا عزيزي تبقى ام كايا صح. بتقول لي نانا خدي بعضك واهربي. نانا بتقول لها يا ست هي لسه ما ماتتش وعايشه. بتردد نفس الكلام وبتقول لها اهربي يا نانا. نانا بتمشي بعدها بتكون بتفكر، بتقول اكيد في حاجه بتحصل مع كايا مش طبيعيه. وفعلا بنشوف كايا وشكل كده ان قوتها بدات تخرج عن السيطره. تاني يوم ام كايا بتكون في المستشفى عشان تولد. ابو كايا بياخد كايا ويوديها قسم رعايه الاطفال. بيقول لها خليكي هنا انا رايح اجيب شويه حاجات لماما وجاي. البنت اثناء ما كانت بتلعب بتسمع الصوت، فبتروح عشان تشوف ايه ده. بتبص وبتلاقي ام قاعده بتبكي على ابنها. بيكون في اشباح حواليها فالست بتستخبى منهم. فكايا لما شافتها مرعوبه كده راحت طهرت كل الاشباح اللي في المكان. الست بعدها بتشكرها وبتلاقي ابنها. الممرضه بتوصل على المكان في الوقت ده. قالت لكايا انت بتعملي ايه هنا؟ لسه كايا بتشاور على الست، راحت الست اختفت من المكان. بعدها ابو كايا بياخد كايا يروح. بيكون بيكلم امه في التليفون، بيقول لها مش هينفع اسيب كايا لوحدها في البيت. واثناء ما كان بيتكلم بيشوف رساله في البريد واللي بتطلع من نانا يا عزيزي. بتقول له لو احتجت اي حاجه تقدر تكلمني في اي وقت. وتاني يوم نانا بتروح مدرسه كايا عشان بتاخدها وبعدها بيروحوا على البيت. نانا بتسال كايا هي فين اوضه ماما يا كايا؟ بتقول لها فوق يا خالته. وقبل ما تطلع بتقول لي كايا في شويه اشباح هيجي يتنكروا بشكل قرايبك، فاوعي تفتحي لاي حد فيهم. وفعلا كل شويه كان بيجي الشبح شكل لحد ما الشبح اتنكر في هيئه نانا. قال لها افتحي بسرعه الشيء اللي فوق ده مش انا يا كايا. وفعلا كايا بتفتح الباب، قام الشبح هجم عليها. جت نانا في اللحظه دي وحطت عليه طلسم، فنانا لسه هتطهره قامت كايا فشخته حرفيا. نانا بتتاكد بتقول زي ما توقعت دي عندها قوه روحيه اكبر مني انا وامي. وفي نفس الاثناء دي يوكي بترن على موجو، بتقول له خالة نانا شكلها شاكه فيا وعرفت الموضوع، حذرتني من اننا نتدخل في الحاجه دي. فبيكون اللي ماسك الفون مش موجو، وشكل الاحداث هتولع صح. تاني يوم يوكي بتكون واقفه مع ست عجوزه، واثناء ما كانت واقفه بتحس ان في حد بيراقبها. بعدها بتجيلها رساله من موتو
بيقول لها ان هي تقابله في الحديقه. البنت بتروح الحديقه وبتبقى مستنياه وبتكون متضايقه عشان الباشا اخر عليها. بتبص جنبها كده فبتشوف طفل راكب على المرجح. اوبا. وفي اللحظه دي بتوصل ام الطفل. يوكي بتستريح كده لكن بتطلع الست دي مش انسانه اصلا. يوكي بتترعب وبتبدا تجري من المكان، واثناء ما كانت بتجري بتخبط في شخص في وشها، واللي بيطلع ده عمنا موت التخين. بيقول لها انت بتعملي ايه يا بنت انتي؟ بتقول له يا ابن العبيطه ما انت اللي قلت لي ان انا استناك هنا. بتقول له بعدها في ام وبنتها بيجروا ورايا ودول مش بشر اصلا. فموتو بيتحمس كده وبيبدا يسالها عن تفاصيل اكتر. بتقول له ده مش وقته يا ابن العبيطه. وهوبا بيطلع ان ده مش موته اصلا. البنت وقتها بتقع على رجلها، فبيجي شخص كده من ورا موبو بيخبطه على دماغه، وبيطلع انه موبو لكن كان في شبح مسه. يا حلاوه، ده انتوا كنتوا ما تموتوا البت من الخوف يا جدع. وبيطلع الشخص ده معلم موبو. موبو بيبدا يعرف عن المعلم بتاعه. بيقول يوكي ده يبقى المعلم بتاعي واللي اسمه مونو، وهو الشخص اللي عرفت منه معلوماتي عن الارواح. وقتها مونو بيقول لموبو هو انا مش حذرتك من انك تتورط مع عيله موتسوموري، ودي تبقى عيله ام كايا يا عزيزي. يوكي وقتها بتكلم مونو، بتقوله هي ايه حقيقه عيله ام كايا دي؟ بيقولها في العيله دي البنت الكبرى بتحصل على قوه مرعبه، وكايا تبقى البنت الكبرى يا عزيزي. بيكمل وبيقولها لكن كايا مش انسانه، دي وحش. يوكي بتقول له وحش ازاي يعني؟ دي زيها زي اي طفله طبيعيه. بيقولها في مفهوم القوه مفيش حاجه اسمها خير ولا شر، القوه اللي عند كايا تبقى قوه مرعبه محدش هيقدر يسيطر عليها. المهم تاني يوم المدرسين بياخدوا الاطفال على مهرجان الالعاب. يوكي بتبقى واقفه كده فبتجي كايا وابوها، بترحب بيها كايا وقتها. واثناء ما كان ابو كايا ويوكي بيتكلموا كايا بتبعد عن ابوها كده فبتشوف لعبه وبتقول له انا عايزه اشارك فيها. واثناء ما كانت مادة ايدها وبتمسك ايد ابوها بيطلع ان ده مش ابوها اصلا. كايا وقتها بتسيبه وبتجري. بتروح بعدها عشان تدور على ابوها، فبتبص كده بتشوف نفس الشخص اللي شافته في الاول. بيكون بيبص ليها بنظرات شريره. بيقولها تعالى انا هوديها عند ابوكي يا صغيره. كايا بتجي تستخدم قوتها فمش بتعرف، بتبدا تصرخ فالناس بيفكروها انها مع ابوها. كايا نزلت منه ولسه هتجري راح ده مسكها من ايديها. البنت وقتها بيحصل لها حاجه غريبه، قوتها وقتها بدات تخرج عن السيطره، وقبل ما تحصل حاجه هوبا بيوصل مونو على المكان. بيقول الراجل دي تبقى بنتي يا عمنا. فالناس بتبص للراجل ده وبيبداوا يتكلموا عليه. الراجل بيشتمه وبيبدا يمشي من المكان. اما انت راجل ذليل بصحيح يا جدع. المهم مونو بيقول لكايا ان قوتك مش هتاثر على البشر. بياخد كايا وبيمشي بعدها. وتعالوا بينا نعرف قصه مونو ده. لما كان صغير ابوه وامه تخلوا عنه. بيشوف طفله وبتبقى البنت لسه هتعرف عن نفسها. بيقول لها انت اسمك مومو، ده الكلام اللي قاله الطيف اللي جنبك. بيستخدم قوته فبيطرد الروح اللي جنبها. ومن بعدها بقى كل اللي في المدرسه بيتنمروا عليه. شويه يقولوا له ده انت مجنون، وشويه عبيط، وشويه وكلام الناس مش بيخلص يا صاحبي. وعشان هو تعب من كلامهم ده كله عمل مشاكل وبقى يقعد في غرفه العقاب. فاخد كل سنين دراسته في الغرفه دي. لكن لا يدوم الحال يا صديقي. ناس خدوه وبدأوا يعملوا عليه تجارب بشريه، وكل ده عشان يعرفوا هو بيشوف الارواح ازاي. في الوقت ده كان عمنا موبو في المكان، وزي ما احنا عارفين فهو شغال في الظواهر الغير طبيعيه. في اللحظه دي مونو بيرمي نفسه من الشباك. اوبا بيصحى بعدها وبيكون مصدوم هو ازاي عايش. فعمنا موبو بيقوله لما انت وقعت من فوق الشجر خفف السقوط بتاعك، وبكده الاصابات بتاعتك كانت بسيطه. فعمنا موبو بيبدا يعرف عن نفسه، مع ان الواد ده كان رافض انه يتعرف عليه في الاول، لكن عشان شخصيه موبو شخصيه طيبه بيعرف انه يتقرب منه. ومن هنا الواد ده قال له من هنا ورايح انا هبقى المعلم بتاعك. وده ليه بقى؟ عشان هو انقذه من شبح كان هيموته. بنرجع للحاضر. يوكي بتكون بتدور على كايا فبتشوف مونو هو شايل كايا. بيكون ماشي فهي بتوقفه بتقول له انت واخد كايا ورايح على فين يا عم انت؟ وقتها مونو بيسحب الكيس من على راس كايا كده وبتبقى البنت بتتجنن يا عيني. كايا وقتها بتبقى قاعده تخربش في وشها. يوكي بتجري عليها وتحضنها. مونو بيقول ليوكي ان كايا كل مشكله كانت بتقابلها كانت بتحلها بالقوه، وده اللي اثر عليها وخلاها في الوضع ده. يوكي بتقول لكايا ما تخافيش انا هساعدك. مونو بيتكلم وبيقول ليوكي كايا مش انسان، دي وحش. بتقول له انت ايه قصتك بيها بالظبط؟ مره تقول عليها وحش وقاعد تتكلم عليها. بيقول لها احنا الروحانيين لنا درجات في الانحراف، واللي بينحرف عن الموضوع ده خالص مش بيبقى وسيط روحي، ده بيبقى كائن شرير. وانا عمري ما هعترف ان كايا واحده مننا احنا الروحانيين. بيقول لها عمر ما عيله البنت دي هتولد
روحاني طبيعي. يوكي بتقول له انت تعرف الموضوع ده ازاي؟ بيقولها عشان انا موت سوريمونو وابقى ابن العيله دي. اوبا. وقتها بيحط ايده على كايا بيقول له يوكي راقب كده، بيسحب شيء غريب وبيقول له يوكي هي دي بقى تبقى اللي جوه كايا. جسم كايا بيقع على الارض بيبقى حرفيا شبه ميت. يوكي بتروح تمسك جسم كايا بتبدا تنادي عليها لكن لا حياه لمن تنادي. بتقولي مونو انت عملت فيها ايه؟ بيقول لها عملت فيها ايه ازاي؟ ما هي كايا في ايدها هي. بيقول لها الشيء اللي بيتولد في عيلتنا ما هو الا عباره عن وحش في هيئه انسان. بيقول لها على مر الاجيال العيله دي اعتبرت القوه دي قوتها، لكن مع مرور الزمن بداوا هم نفسهم يتحولوا لاطياف. بيقول لها انا مش مهتم اذا كانوا هيموتوا ولا يولعوا، الشيء اللي في ايدي ده مو بيبقى متعلق بيه، وعشان كده لازم اتخلص منه قبل ما يحصل حاجه مش كويسه للموبو. يوكي وقتها بتروح عليه وبترميه على الارض. بتقول انت ازاي تقول عليها كده؟ كايا انسانه وزيها زي اي بنت عاديه. بتقول انها مش هتسمح لاي حد يأذيها. اوبا. الشيء اللي كان في ايديها بيطير في الهواء بيدخل جوه جسم كايا من تاني. كايا بعدها بتبدا تصحى وبتبكي. بتقول لها انها ضاعت. بعدها يوكي بتودي كايا لابوها. مونو بيقول لها وانت رجعتيها ازاي؟ بتقول له انا ما عملتش حاجه وهي رجعت لوحدها. بيبتسم كده والظاهر ان في حاجه لسه ما نعرفهاش. تاني يوم بتكون يوكي بتكلم موبو. بتقول له يا عم شوف صاحبك التعبان ده. بيجي مونو وقتها بيقول لها يا ست طرد الارواح ما يعتبرش جريمه على فكره. مونو بيبدا يتكلم بيقول لهم في حاجه غلط، ايه المفروض ان البنت الكبرى تبقى هي الوريثه الثانيه، لكن الغريب انها عايشه حره ومش في المعبد. يوكي بتقول له ثواني كده. بتقول له بعدها يعني انت من العيله الرئيسيه؟ بيقول لها لا انا من الفرع، والفرع مش بيستخدم الطاقه الروحيه وكان الفرع بيخدم الاصل. بيقول يوكي تقريبا كده. بتقول له تقريبا ازاي يعني؟ بيقول لها عايزين اعرف ازاي، انا اتطردت وانا كان عندي 4 سنين وكل ده عشان كنت قادر اشوف الهيئه الحقيقيه لعذراء الضريح. المهم يعني بنروح عند الكيوتا بتاعتنا، بتيجي خالتها نانا عشان تاخدها. بتبدا كايا تتكلم معاها، بتسالها هي كمان تقدر تشوف الاشباح؟ بتقول لها اقدر، بس لما كنت في سنك كنت بخاف واستخبى ورا امي. كايا بتقول لها انها مش هتواجه الاشباح تاني. بتقول لها اخر مره ما عرفتش اقتلهم، وبتكون بتتكلم عن الراجل اللي في السوق. فنانا بتديها ورا وبتقول لها خلي دي معاكي في حال حصلت اي حاجه استخدميها. كايا بتقول لها دي مثلث. بترد عليها وبتقول لها لا دي قلب. في اللحظه دي ان انا بتفتكر اختها وبتبكي. بعدها تاني يوم بتكون كايا بتلعب مع الاطفال الغميضه، ففي ولد بيدخل مكان كده وبيتمس. بعدها بيروح لساكو بياخدها على نفس المكان وبتتمس برضه. في الوقت ده كانت كايا خلاص خلصت عاد، بتبدا تقفشهم واحد واحد. فبتروح عشان تقفش ساكو لكن هي بتبقى متغيره. كايا بتلاحظ الموضوع ده لكن ما بتقدرش تعمل لها حاجه بسبب اخر مره. بعدها ساكو الولد ده بيروحوا لباقي الاطفال بيقولوا لهم ان هم هيلعبوا من غير كايا. كل الاطفال وقتها بيتمس. كايا بتكون ماشيه كده فبتشوف يوزرو بتنده عليها وبتصرخ. الاطفال بياخدوها وقبل ما الشبح يمسها كايا بتزقها فالشبح بيمسكها. كايا بتقول يوزرو امشي انت من هنا. هوبا. كايا بتفعل قوتها وبتبقى بتضحك ضحكه غريبه. الوحش بيترعب من كتر الخوف بيقول لها ما تقربيش. البت بتهجم عليه وبتفشخه. اصحابها بعدها بيرجعوا لطبيعتهم. المهم بعدها موتو ومونو بيكونوا بيراقبوا كايا. موبو بيقول لمونو ان في شبح قدامه. مونو بيستغرب ازاي في شبح وهو مش شايفه. بياخد الكاميرا كده فقام الشبح خرم له ايده. مونو بيجي يدمر الشبح كده لكن ده بيتضاعف مش اكتر. فمونو لسه هيستخدم قوته ويضربه لكن عشان اخر مره استخرج الشيء اللي كان داخل كايا ايده بتتصاب. وقتها لسه الشبح هيفشخه قامت كايا اتدخلت ولحقته. بعدها مونو بياخد بعضه وبيمشي من المكان. المهم يعني بعدها بتجي نانا عشان تاخد كايا. فيوكي بتوقفها بتقول لها انا عايزاكي في موضوع. بتاخدها على جوه كده وبتبدا تحكي ليها كل اللي تعرفه عن كايا. نانا بتبدا تشرح لها كل حاجه. بتقول لها عيلتنا زمان كانت مزدهره وده كان وقت المؤسسه ميرا، لكن ميرا ما قدرتش انها تورث قوتها للجيل اللي بعده، وعشان كده وراء سعي العيله للقوه بيجربوا كل الطقوس الملعونه. واحنا كلنا عباره عن اطياف زي ما قال لك مونو، وكلنا مجرد نسخ من المؤسسه ميرا، وكل ده بس عشان العشيره تزدهر. لكن كايا مختلفه وقبل ما تكمل بتسكت. والظاهر كده ان لسه في قصه ما نعرفهاش يا عزيزي. يوكي بتقول لها عشان كده ام كايا حامل في ولد تاني. نانا بتستغرب. يوكي بتقول لها ان موتو قال لها
وده يبقى وسيط روحي هي تعرف. قال لها ان ام كايا حامل بروح شريره. نانا بتقول لها مستحيل، انا واثقه ان كايا اتولدت كعذراء الضريح. بتاخد كايا وتقول ليوكي في حاجه لازم اتاكد منها. بيوصلوا على المستشفى. نانا بتسال كايا بتقول لها انت عارفه مكان غرفه امك؟ كايا بتمسك رجلها بتكون مرعوبه وبتقول لها ما تروحيش. نانا بتبدا تهديها بتقول لها انت بنت شجاعه ما تخافيش. بتروح نانا وقتها عند اوضه اختها بتفتح الباب، اوبا بتحصل حاجه مرعبه. ايادي كتيره بتخبطها وبتخليها تنزف من عينيها. كايا وقتها بتيجي جنبها. نانا بتبقى مستغربه هي ازاي لسه عايشه بعد اللي حصل لها ده. في اللحظه دي بتوصل مكالمه لنانا بيقولوا لها ان امك ماتت. اوبا امها طلعت ضحت بنفسها، استخدمت الطلاسم عشان لو في حاجه جت تاذي نانا ما تعرفش تاذيها وتترد عليها هي. بعدها بيقوموا جنازه لجده كايا. وقتها نانا بتاخدهم وبتبدا تحكي لهم عن حامل اللعنه. بتقول لهم عشان يصنعوا وسيط روحي لازم الام تكون حامل، ومش كده وبس، دي كمان لازم انها تاكل الحبل السري، ولازم الطفل يقعد اطول مده في بطن امه عشان يبقى وسيط روحي قوي. عكسها هي لما اتولدت بدري، عشان كده بقت وسيطه روحيه ضعيفه. مونو بيقول لنانا مش مهم، المهم انكم لازم تحلوا مشاكلكم. يوكي بتستغرب من كلامه. بيكمل مونو على كلامه بيقول لها لو انت مفكره ان امك ماتت بشكل طبيعي تبقى غلطانه، دي ماتت بسبب لعنه وحقد شخص على العيله بتاعتهم. بيسالوا وقتها انت عرفت ازاي يا عمنا؟ بيبدا يحكي لهم بيقول لهم انا كنت رايح لام نانا عشان حاجه كده، لكن بيلاقيها ماتت للاسف. وقتها بيستنى طفها عشان يخرج ويتريق عليها، لكن طفها مش بيخرج. موتو بيقول له ازاي؟ المفروض انها لو ماتت في حادثه او ماتت بشكل طبيعي روحها تظهر في المكان. هو بيقول له لكن ده ما حصلش، والظاهر كده ان في شخص بيحقد على العيله. بيكمل وبيقول لنانا وانت عارفه الشخص ده اكيد. وقتها نانا بتبدا تتكلم بتقول لهم الشخص اللي حقد على العيله دي تبقى ام كايا. اوبا موبو بيقول لها ازاي؟ وبعدين مش سهل ان ام كايا اصلا تصنع طفل يأذيكوا بالسهوله دي. بتقول الشيء اللي في بطنها هو المسؤول عن الموضوع. فمانو بيقول لها افترضنا ان كلامك صح، مش المفروض كده ان العيله تعامل الاخت الصغيره بشكل كويس؟ بتقول له خلينا اشرح لك بقى من البدايه. في الاثناء دي كايا بتشوف ست حامل. اوبا الست بتقع وبيبدا جسمها يتشقق، بيخرج شيء ملعون منها. راحت كايا تضربه لكن الشيء ده اختفى من المكان. نانا بتكمل وبتقول لهم زي ما قلت لكم قبل كده لازم الطفل يفضل في بطن امه اطول فتره، وكل ده بسبب ان العيله كانت بتسعى للقوه مش اكتر. عشان كده العيله انشأت شيء اسمه الهورازوكي، هو اللي بيحدد اذا كانت العيله دي هتستمر ولا هتنتهي. وكل اخت صغيره كانت بتتولد في العيله دي بيتقال عليها اوروهارا، وكان بيتعمل لهم غسيل دماغ عشان يبقوا حامل في شيء ملون. واخر اوروهارا كانت تبقى الست دي واللي اسمها يوتشي ميزوري، ودي تبقى اخت ام الصغيره ميراي، واللي تبقى ام كايا بتبقى بتحب الست دي قوي وكانت بتعتبرها امها. وعشان مامتها ما كانتش بتهتم بيها بقت يوتشي اقرب الناس ليها. المفروض ان ميراي ما كانتش تعرف اللي هيحصل ليوتشي، وانا كنت مفكرها انها ما تعرفش عن موضوعها ده خالص، لكن الظاهر كده انها عرفت حقيقتنا. وتعالى بينا بقى يا صاحبي نعرف قصه ام كايا يا عزيز. لما كانت صغيره ما كانتش بتقدر تشوف الحاجات الملعونه عكس امها واختها اللي كانوا قادرين يشوفوهم بشكل طبيعي خالص. وقتها كانت زعلانه عشان حرقوا لعبتها، واثناء ما كانت ماشيه بتقابل يوتشي في الطريق. يوتشي بتاخدها في حضنها وبتاخدها على الاوضه بتاعتها. بعدها يوتشي بتحكي لها شويه معلومات عن عذراء الضريح، وبتقول لها ان امها واختها يبقوا عذراوات الضريح، وعشان كده هم بيقدروا يشوفوا الاشباح عادي. المهم يعني يوتشي بتتوفى. وقتها ام ميراي بتقول لها انها ماتت في حادث سياره، ولما البنت كانت في الابتدائي والثانوي الاطفال كانوا بيتنمروا عليه. بتقول لامها انها مش عايزه تروح الثانوي. امها بتقول لها ان هي هتكلم المدير عشانها. ميراي بتتضايق منها، بتقول لها اشمعنى انا؟ ليه مش بتودي نانا زيي؟ نانا بتيجي في الوقت ده، وبتحصل شويه مناوشات ما بينهم. وقتها الحاجه بتسكت ميراي، فميراي بتقول لها اشمعنى انا؟ بتقول لها عشان انت مش عذراء الضريح. البنت بتسيبها وتجري. بعدها بتكون قاعده في الفصل. المدرس بيبدا يتكلم عن حاجه اسمها دفتر صحه الام. ميراي وقتها بترجع على البيت، بتبدا تدور على دفتر الصحه ده. بتشوف صوره ليها هي ونانا ويوتشي، بتبكي وتقول ان
انها بقت وحيده بعد ما انت فارقت الحياه يا يوتشي. اوبا، بتشوف مذكرات يوتشي بتمسكها في ايديها كده وبتبدا تقرا فيها كل حاجه تمام لحد ما وصلت عند النقطه اللي هتغير حياتها كلها. وقتها بنفهم ان لازم الاخت الصغيره تبقى حامل وتموت عشان ياخدوا الحبل السري بتاعها، وبكده ينجبوا عذراء الضريح اللي جايه. والظاهر كده ان يوتشي هي اللي حضرت لكل ده. ميراي وقتها بتتصدم، بعدها بتاخد بعضها وبتاخد الحبل السري عشان تمشي. نانا بتحاول تمنعها انها تمشي، لكن هي بتزعق في وشها وبتاخد بعضها وبتمشي. في اللحظه دي بيرن ابو كاي على نانا، بيقول لها ان ميراي مختفيه. بتقول لهم لازم نلحق ميراي بسرعه، لسه هيمشوا. في نانا بتشوف الروح دي في وشها، لفت العربيه بسرعه متخبطه في موبو. كايا وقتها بيغمى عليها، وام كايا بتوصل عندهم وشكلها كده مش ناويه على خير. بتاخد كايا من يوكي، بتقول بعدها ان كل افراد العشيره دي هيموتوا من غير استثناء. اوبا، دي شكلها كده عايزه تقتل كايا. بنرجع للماضي لما كانت لسه حامل في كايا، بتقع من على السلم فبيغمى عليها، فجوزها وقتها بياخدها على المستشفى عشان يولدوها. وفعلا بتولد كايا وبتيجي لها السله بتاعتنا على الحياه. لكن بيتضح انها كانت لها غايه تاني من الموضوع ده. المفروض انها ما كانتش تولد كايا دلوقتي، وبيطلع انها كانت عايزه تنفذ الكلام اللي سابته يوتشي ليها. لكن هي غلطت وولدت كايا بشكل طبيعي. كانت بتفكر انها تنسى الموضوع وتعيش حياه طبيعيه، ولكن لما كايا كانت بتجري ورا الفراشه، موبو كان قدامها في اللحظه دي. ودي اللحظه اللي كايا دمرت فيها الشبح بتاع بنته. وقتها امها بتقول هي قتلت ايه؟ بتقول لا لا لا، ده اكيد انا بيتهيألي مش اكتر. لكن كايا بتكبر شويه وبتكون ماشيه مع امها، فبتسالها ايه اللي هناك ده؟ امها بتبص فمش بتشوف حاجه. بتقول لها تقصدي ايه يا كايا؟ وقتها كايا بتقول لها هو انت مش شايفاه؟ وفي اللحظه دي بتفتكر نفس الكلام اللي قالته اختها نانا ليها لما كانت صغيره. بنرجع للحاره، ام كايا بتقول ليوكي كلامك مظبوط، وعشان كده انا هقتل كايا وهي لسه غاليه عليا. اوبا، انت بتقول ايه يا ست يا مجنونه انت؟ يوكي بتقول لها هو انت عايزه تقتلي كايا ليه؟ بتقول لها اللعنه اللي هي حامل فيها هتطرد نسل الموتسوموري كلهم عشان تتخلص منه، وعشان كده انا مش عايزه كايا تعالي، يعني هاخدها معايا عشان ترتاح من اللعنه دي. نانا بتتدخل وقتها، بتقول لها لو الموضوع هينتهي بموتي فانا مستعد اموت. ميراي بترد عليها، بتقول لها انت لسه بارعه في انك تعملي نفسك مظلومه. بتقول لها انت خبيتي عني ان الخالة يوتشي ماتت ليه؟ بتقول لها لا انت غلطانه، انت بس قعدت تظلمين انا امك عمرها ما كانت عايزاكي تبقى الاوروهارا اللي جايه، وعشان كده خلتك تروحي المدرسه وكانت بتحضر لك طريق تهربي منه، وكل ده عشان ما كانتش عايزه تخسرك. لكن انت مشيتي في اليوم ده وهي ما رضتش توضح لك اي حاجه وقتها، وكل ده عشان تحميك. ميراي بتتعصب، بتقول لها خلاص. وهوبا بتقع على الارض من الالم. نانا لسه هتروح لها، راح الطيف ده مسكها من رجلها. ام كايا بترفع كايا عشان ترميها على الارض. في اللحظه دي كايا بتصحى، لكن اللي حصل ان مونو وقفها، اخد كايا من ايديها ووداها ليوكي. يوكي بعدها بتاخد كايا وبتجري من المكان. وبنعرف ان مونو لما كان عند ام نانا طلعت انها كانت لسه عايشه. بيقولها انت ما توقعتش ان الطفل المنبوذ ده يفضل عايش كل ده مش كده؟ وقتها بتمد ايدها عشان تبدا تعلم، بتقول انك لو فضلت في العيله دي ما كنتش هتعيش فعلا. وبيتضح انها طردته عشان المفروض ما يبقاش في طفل في العيله الفرعيه عنده القدره انه يشوف الارواح. بتقول له بعدها كلماتها الاخيره وبتفارق الحياه. بيقول بعدها لام كايا انا هقول لكم كلماتها الاخيره. كلمه امك الاخيره كانت ان بنتها الاثنين يبقوا سعداء، وبعدها تفارق الحياه، وكل هذا من اجل حمايتها لا اكثر. وقتها روح الشريره بتختفي وام كايا بتتهز كده. بعدها مونو بياخد موبو وبيخلعه من المكان. بيقول ان انا هسيبكم انتوا تحلوا الموضوع ده مع نفسكم. لكن ام كايا اللي في دماغها لسه مصره ان امها ما شافتهاش كبشر اصلا. وقتها روح الشريره بتبدا تسيطر عليها، بتبدا تمشي ناحيه المكان اللي فيه كايا. ان انا بتحاول توقفها لكن مش بتعرف. وبيبدا الشيء ده انه يدور على كايا. وقتها يوكي بتتكلم، بتقول لها ان كايا ليها مستقبل سعيد، وانت اكيد برضه عايزه تشوف المستقبل ده. ام كايا بتتعصب، بتقول لها عمر ما كايا هتشوفني زي امها، وده عشان هي قادره تشوف الشيء اللي انا حامل فيه. راحت يوكي مطلعه رسمه كايا، بتقول لها لو كايا مش بتعتبرك امها هترسم ده ليه؟ وقتها كايا بتبدا تقرب من امها بتقول لها ما تقربيش. كايا بتبدا تكلمها، بتقول لها ماما انت مش مخيفه. وقتها الروح الشريره بتبدا تختفي. ام كايا بتطلب من كايا انها تساعدها، وفعلا كايا بتستخدم قوتها والروح بتختفي من المكان نهائي. بعدها ام كايا بتولد البيبي بشكل طبيعي وكل حاجه بترجع لطبيعتها. بنروح بعدها في حفل التخرج بتاع الاطفال، وبيبقى موبو موجود هناك وبيصوروا. لكن اللي حصل ان كايا في الصوره ما كانتش طبيعيه، وشكل كده هيبقى في موسم تاني
يا صاحبي. فلو عجبتك القصة وعايز تشوف حكايات تانية زي دي، انزل اشترك وفعل زر الجرس يا عزيزي عشان يوصلك كل جديد اول ما ينزل. وما تنساش يا ابو الصحاب تحط لايك وكومنت لذيذ زيك وتشجعني ان انا استمر يا عزيزي. وبس كده، صلي على النبي والقاكم في فيديو جديد باذن الله.